ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده ميعادنا مع اولى حلقات تعليم الاكسل من الصفر لحد الاحتراف. وزي ما احنا عارفين ان الاكسل برنامج مهم جدا من حزمة مايكروسوفت. اشهر برنامج موجود علشان هو سهل، علشان هو سريع، وعلشان بيقدر يديني نتائج جميلة. تعالوا نتكلم ونشوف نبذة مختصرة عن برنامج الإكسل وإزاي قدر يوصل برنامج الإكسل من وضعية إن هو كان برنامج عادي لإن هو يبقى أشهر برنامج موجود وأهم برنامج موجود يمكن على مستوى كل العالم. مفيش حد ما يقدرش يستخدمه، مفيش حد ما يقدرش يستغنى عنه. لازم الناس كلها تستخدمه، لازم الناس كلها تهتم بيه، لازم الناس كلها تتعامل عليه مع وجود برامج أخرى، مع وجود برامج مهمة تانية. ولكن يظل الإكسل أهم برنامج اتعمل من أزمة مايكروسوفت. طبعا ده علشان هو بيقدر يعمل لي جداول، بيقدر يعمل لي، بيرتب لي البيانات، بيعمل لي معادلات. وكل فترة الديفلوبر بتوعه يقدر يعملوا لي معادلات ويعملوا لي تعديل ويعملوا لي ابديت كل فترة علشان يقدر ان هو يظهر بالشكل النهائي ده. طبعا بستخدمه في حاجات كتيرة، حاجات دوال محاسبية، دوال هندسية، دوال ليها علاقة بالضغط، دوال كتيرة جدا. وكل فترة المصممين بتوعه بيقدروا ان هم يغيروا الواجهة لحاجة احسن، بيغيروا ان هم يعملوا رسومات بيانية بشكل افضل، يقدروا ان هم يعدلوا كل فترة بطريقة احترافية علشان اقدر اشتغل عليه ويبقى عندي سهل ومناسب للافراد، وسهل ومناسب للشركات، وسهل ومناسب لكل حد يقدر يتعامل معاه. طبعا اول اصدار للاكسل ظهر معانا سنة 1985، وده كان اصدار على ابل. كان نسخة ابل وكانت هي الوحيدة اللي كانت شارية الاكسل علشان كان بالنسبة لها تطوير لأجهزتها. بعد كده أول نسخة اتعملت للويندوز اللي احنا نقدر بقى نقول إن هو الويندوز عادي اللي هو نشتغل عليه، ظهر سنة 87. طبعا بعد كده بدأ إن هو كان من الأول اسمه إكسل 1 وإكسل 2، وبعد كده بدأ إن هو يظهر بقى ويتطور كل فترة. بعد سنة 87 ظهر سنة 92 بإكسل 4، وبعدين ظهر سنة 93 بإكسل 5. وده كان بالنسبة للفترة اللي فاتت أو بالنسبة لفترة التسعينات اللي كانت موجودة والثمانينات، هو كان أكبر تطور حصل كان موجود في الفترة دي، علشان بدأ إن هو يظهر البيانات ويظهر الرسومات البيانية بشكل أفضل وشكل أدق. وهي كانت الإكسل رقم 3 اللي هو كان اسمه كانت سنة 1990. بعد كده دخلوا في مجال التسعينات وبدأوا إن هم يسموه إكسل 4 وإكسل 5، وكان ظهر أول حاجة في التسعينات سنة 92. وبعدين أول ظهور للفي بي اي، أول ماكرو. وطبعا الفي بي اي دي المطورين عارفين هم الفي بي اي دي معناها إيه. ظهر سنة 93 وكان ده تحديث جدا مهم جدا. وبعد كده ظهر عندي سنة 95 لما مايكروسوفت قدرت إنها تعمل توافق مع ويندوز 95 علشان تقدر تنتج لي إكسل 95. بعد كده سنة 97 قدرت إنها تنتج إكسل 97، وكان فيها بداية كبيرة وتحسن كبير في البيفوت تيبل، وقدروا إن هم يوصلوا بطريقة احترافية في وقتها هذا لأن البيفوت تيبل يبقى قوي جدا، ويقدر إن الناس تقدر تفهم يعني إيه جدول دايناميك، ويعني إيه إن أنا أقدر أشتغل بخطوة ولا خطوتين أقدر أجيب البيانات بتاعتي اللي أنا عايزها. وبعد كده دخلنا في الألفينات، ظهر عندي تحديث مهم جدا وكان تحديث في سنة 99 كان اسمه إكسل 2000، وكان في تطور كبير جدا في الواجهة، ما كانش الواجهة قديمة، كان الواجهة الجديدة. وبعدين في 2001 ظهر ويندوز، كان ظهر اكسل كان مخصص، مش مخصص، كان مهتم جدا بويندوز اكس بي، كان اسمه 2002 اكس بي، ظهر في سنة 2001. وبعد كده كل الإصدارات دي كانت بواجهة واحدة وثابتة لحد سنة 2003. ظهر اكسل 2003 بنفس الواجهة القديمة بنفس الشكل القديم، وبعدين بدأ إن هو يتغير معايا ويظهر واجهة جديدة غير طبعا الواجهة اللي احنا واقفين عليها دلوقتي دي في 2007. تمام. بعد كده ظهر معايا في 2010 و2013 وقدر ان هو يدخل لي ميزة جديدة اسمها وان درايف. وبعدين وصل عندي ل 2015 في الكويري، وبعدين ظهر في 2018 المعادلات اللي كانت بتعمل في الداكس، و21
وبعدين لحد 24 آخر إصدار. وبعد كده ظهر بالنسبة لي الإكسل المفيد وهو 365، وده كان فريد من نوعه. ده إكسل خاص أكتر يعتبر زي شركات، ده اشتراك، ده على طول في تحديث اب تو ديت، على طول في ديفلوبر شغالين عليه اكتر في البيزنس. ده مهم جدا، ويمكن ده احدث النسخ اللي احنا واقفين دلوقتي عليها، اللي هي 365. دي كانت نبذة عن الاكسل، نبذة عن مايكروسوفت قدرت انها تعمل إيه في الاكسل. في المحاضرات الجاية هنبدأ ان احنا نشرح بقى الاكسل والواجهات والتابات والحاجات دي كلها.